فيديو لرئيس قسم جامعة الإمام جعفر الصادق وطالبة في النجف في هوز العراق. في واقعة جديدة بالعراق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي محادثة غير أخلاقية لمدير قسم القانون بجامعة الإمام جعفر الصادق مع إحدى الطالبات، وكان يطلب خلال المحادثة من طالبة طلب غير أخلاقي مقابل منحها درجات عالية وامتيازات أخرى في مسارها الدراسي. وفتحت جامعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام تحقيقا بحق مدير قسم القانون بسبب قيامه بابتزاز طالبة مقابل منحها درجات. وكشفت محادثة عن قيام مدير قسم القانون في الجامعة رزاق منصور الغراوي بابتزاز طالبة مقابل منحها درجات، وعلى إثر ذلك فتحت جامعة الإمام جعفر الصادق تحقيقا بحقه. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا بتحقيق مستقل مع هذا الدكتور ومحاسبته حساب عسير. وهذه ليست الواقعة الأولى التي تقع من هذا النوع في العراق، حدثت من قبل مع مدير جامعة البصرة. وطالب الشعب العراقي من القضاء معاقبتهم هذه المرة أشد عقاب لكي يكونوا عبرة لغيرهم. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.